بسم الله. هنبدأ النهاردة أول حصة لينا في الترم التاني للصف الأول الإعدادي. هنناقش فيه حل أسئلة مسائل القوى والأسس. وطبعا لازما عشان تحل الأسئلة لازما تستمع الأول لفيديو الشرح اللي أنا حطيته لك على القناة. مثلت لك فيديو الشرح بالإنيميشن عشان يبقى فيديو ممتع ليك ولذيذ وتقدر تفهم درس القوى والأسس. شرحت لك فيه القاعدة بتاعة الضرب وقاعدة القسمة، والنهاردة هنعمل تطبيق مباشر على حل أسئلة القوى والأسس. هنشتغل الترم ده إن شاء الله من كتاب المعاصر، وهنبتدي نحل الاختبارات التراكمية علشان نقدر نفهم حل الأسئلة ونتمرن على شكل الأسئلة بتكون إزاي. ولو أنت جاهز يلا بينا يا بطل نبدأ، وجهز القلم بتاعتك والورقة، ولو معاك الكتاب يلا بينا نتابع بعض. هنفتح مع بعض اختبار تراكمي رقم 1 ده من كتاب المعاصر اللي هي كراسة الامتحانات، وهنبتدي نحل مع بعض على الدرس الأول علشان نطبق اللي احنا فهمناه. يلا بينا نبدأ. أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. عايز المعكوس الضربي لسالب 3 الكل أس 2. علشان أحل المعكوس الضربي لازما الأول أحط المسألة بتاعتي في أبسط صورة، يبقى لازما الأول حاجة أحل سالب 3 أس 2. واحنا بنشرح في فيديو الشرح قلنا لو انا عندي الاساس سالب ببتدي ابص للاس بتاعه. لو الاس بتاعي او القوة بتاعتي هو عدد زوجي، وعرفنا الاعداد الزوجية هي مين، هي 0 و2 و4 و6 و8، واي حاجة تبدأ بيها هو اس زوجي. الزوجي ده بيعمل ايه في اشارة السالب؟ بياكل اشارة السالب، يعني بيخلي العدد كله يبقى موجب. بقت 3 أس 2. تعالى نبتدي نفك 3 أس 2 يعني بتساوي 9. معنى كلمة معكوس ضربي يعني شقلب العدد اللي عندك. طب التسعة دي أنا عارف إن هي مقامها 1 لأن ده عدد صحيح. علشان أجيب معكوسه الضربي أشقلبه يبقى 1 على 9، فيبقى الإجابة بتاعتي هي رقم ج. تعال نشوف سؤال رقم 2 بيقول لي إيه. 7 في 7 في إكس في إكس في 7، ودي أخدناها وإحنا بنشرح. هنا عايز يكتب الشكل ده كله في صورة أسية، يعني حط أساس على راسه أس. طب ببتدي أشوف مين العدد اللي اتكرر. اللي اتكرر عندي هو السبعة. السبعة دي عندي اتكررت كم مرة؟ 3 مرات، يبقى أحط على راسها 3. في الإكس اتكررت كام مرة؟ قال لي الإكس دي اتكررت مرتين، بقت 7 أس 3 ضرب إكس أس 2، اللي هي الإجابة عندك رقم د. يبقى هنا أنا كتبتها في الصورة الأسية. تعال نشوف سؤال رقم 3 بيقول لي إيه. أنا عندي 125، عايز أعرف بتساوي كام. اتفقنا ال 125 دي أنا ممكن أحللها بشجرة العوامل اللي أنا أخدتها عندك في سنة 6، وأنت أكيد فاكر ال 125 كنا بنعملها إزاي. تعال أعلمها لك بإيديك وبعد كده أعلمها لك بالآلة تعمل فيها إيه. أول حاجة يا ميس أنا همسك ال 125 وابتدي أفكها بطريقة الشجرة. طب ال 125 دي عبارة عن كام؟ قال لي ال 125 دي عبارة عندي عن 25 ضرب عندي الخمسة. فعلا انت لو ضربت 5 في 5 ب25 ومعاك الاتنين، 5 في 2 ب10 و2 12. الخمسة ده عدد أولي يبقى خرجت بره معايا، وال25 ابتدي أفكها هي عبارة عن 5 ضرب 5. خد بالك احنا بنحلل على أعداد أولية، والأعداد الأولية كانت 2 3 5 7 11 13 إلى ما لا نهاية. فالخمسة ده كان عدد أولي يبقى ياخد براءة هو والخمسة التانية. ببتدي أشوف أنا حللت ال 125 عبارة عن 5. اتكررت كم مرة؟ اتكررت 3 مرات، يبقى هرفعها لأس 3، يبقى عبارة عن 5 أس 3. طب لو أنا معرفتش يا ميس أعمل إيه؟ أبتدي أجيب الآلة الحاسبة بتاعتي. أول حاجة هفتح عندي الآلة الحاسبة وابتدي أكتب عندي 125 وأقول له أدوس يساوي. طب أنا عايزة أعرف هي ال 125 دي بتساوي كام أس كام. ببتدي أدوس عندي على علامة شيفت وبعد كده كلمة فاكت اللي هي عندك الكومة اللي عليها شرطة. ادتني على الآلة 5 أس 3. يبقى تاني تعالى نعملها تاني بالآلة. أنا هكتب أدي ال 125 وأقول له تساوي، وبعد كده أدوس شيفت فاكت ادتني 5 أس 3. طب تعالى نطبق الكلام ده لو أنا عندي كمان 64. عايزة أعرف ال 64 دي بتساوي كام. أنا عندي ال 64 كتبتها وأدوس يساوي وأرجع أقول له شيفت
فاكتور. شيفت فاكتور يعني قال لي ان هي عباره ال 64 دي عباره عن ايه؟ 2 اس 6 بدل ما اعملها بشجره العوامل. يبقى انا كده فهمت ان انا افك ال 125 او اي عدد يا اما بايديا يا اما عن طريق الاله بالضغط على شيفت فاكتور فيديني عندي العوامل بتاعتي او الصوره الاسيه للعدد اللي انا عايزاه. نشوف السؤال اللي بعد منه. جاي يقول لي 7 في اكس أس صفر زائد 2 اكس الكل أس صفر. احنا أخدنا معلومة حلوة قوي إن أنا لو عندي أي حاجة على راسها صفر فبشيلها وأحط قيمتها بواحد. طيب تعال نشوف الكلام ده. انت هنا بتقولي إن انت عندك 7 اكس أس صفر. طيب مين اللي على راسه صفر؟ الإكس. يبقى أنا الإكس دي أشيلها وأحط قيمتها بواحد. يبقى عبارة عندي عن 7 في واحد زائد 2 اكس كل أس صفر. ده كله أنا هشيله وأحط قيمته بواحد. يبقى ده كله حطيت مكانه بواحد. طب 7 في واحد عندي تديني 7 زائد الواحد اللي عندي يطلع الإجابة بتاعتي 8. يبقى اوعى تتلخبط وتعالى نشرحها تاني. تعالى نفهمها تاني من أول وجديد. يا ميس أنا عندي هنا 7 في اكس أس صفر زائد 2 اكس كل أس صفر. اكس أس صفر هي عبارة عندي بواحد. طب 7 في واحد هي قيمتها بسبعة زائد 2 اكس كل أس صفر كل دي قيمتها عندي تساوي واحد. يبقى 7 زائد واحد تديني 8. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه بيقول ايه. 1 أس 100 زائد سالب 1 أس 101. واحد أس أي حاجة بيطلع نفسه هو الواحد. يعني لو جيت قلت لك 1 أس 4 تقول لي بواحد. طب 1 أس مليون برضو تقول لي بواحد. ايه الفكرة هنا؟ الفكرة هنا ان انا اشوف الأس بتاعي هيتحكم في الإشارة بتاعتي ولا لا. انا عندي 1 أس 100 الإجابة بتاعته كلها هتديني واحد. طيب سالب 1 أس 101. سالب واحد ده الأساس بتاعي سالب. اطلع للأس بتاعك هتلاقي إن الأس بتاعك فردي. طب لما الأس بتاعي يكون فردي بيعمل إيه في إشارة السالب؟ بيسيبها زي ما هي. يبقى دي الإجابة بتاعتي هتبقى سالب واحد. طب أنا كده معايا واحد زائد سالب واحد العدد زائد معكوسه الجمعي كله يديني صفر. يبقى هنا الفكرة كلها إن أنا برجع أبص للأس بتاعي. 1 أس 100 دي على طول معروفة بواحد. أما سالب 1 أس 101 ببتدي أشوف الأس هيأثر على الإشارة ولا لأ. أنا الأس بتاعي فردي يبقى هيسيب إشارة السالب. يبقى واحد ناقص واحد يديني صفر. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. احنا كده خلصنا أسئلة الإخطر. تعال نشوف أول حاجة بيقول لي اكتب كل مما يأتي في الصورة الأسية بحيث يكون الأساس عدد أولي. اتفقنا إن السؤال اللي زي ده ممكن أحله بطريقتين. هحل أول سؤال بالطريقتين وتاني سؤال وتالت سؤال هنحله على طول بالآلة. أول سؤال عندي ال 32 أنا عايزة أفكها لعواملها الأولية. همسك ال 32 وأحللها عندي بشجرة العوامل. هي عبارة عن إيه ال 32 دي؟ هي عبارة عندي عن 4 ضرب التمانية. طب الأربعة دي مش عدد أولي تتفك الكام؟ لاتنين في اتنين. والتمانية دي عبارة عن 2 في 4. أرجع أفك الأربعة هي عبارة عن 2 في 2. ابتدي احدد الاعداد الاوليه. الاتنين ده عدد اولي، الاتنين ده عدد اولي، الاتنين اولي والاتنين اولي والاتنين اولي. اصبحت ال 32 عباره عن اتنين. تعالى نعدها كم مره ظهرت. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. يبقى عندي ال 32 عباره عن اتنين اس خمسه. يبقى احط على راس الاتنين خمسه. دي اول طريقه. الطريقه التانيه قلت ان انا ممكن اعملها بالاله الحاسبه. تعالى نشوف ازاي. هكتب عندي ال 32 واقول يساوي وادوس علامة الشيفت فاكت. طلعت لي بكام؟ باتنين أس خمسة. يبقى سواء كان عملتها بإيديا أو بالآلة الحاسبة هتطلع لي نفس الإجابة هي. تعال نشوف اللي بعد منه. تاني واحدة جاي يقول لي 225. أنا عايزة ابتدي أحلل ال 225 أو أعملها مباشرة على الآلة. تعال نشوف نعملها إزاي على الآلة. هفتح الآلة عندي وأقول له أدي ال 225 وأقول يساوي. وبعد كده أدوس له عندي شيفت فاكت فطلعت لي هي عبارة عن 3 أس 2 ضرب 5 أس 2. يبقى أنا كده فكيتها على طول مباشرة. هي 3 أس 2 في 5 أس 2. تعالى نكتبها. يبقى عندي هنا ال 225 قلنا هي عبارة عن 3 أس 2 ضرب 5 أس 2. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد منه ال 144. طب هي ال 144 دي انا ممكن اجيبها بالآلة على طول؟ ممكن اجيبها بالآلة على طول. تعال نعملها بالآلة. هدوس ال 144 واقول له يساوي شيفت
فاكت. طلعت لي 2 أس 4 في 3 أس 2، يبقى عبارة عن 2 أس 4 في 3 أس 2 من غير ما أتعب فيها. يبقى ال44 هي عبارة عن 2 أس 4 في 3 أس 2. كده أنا عملت إيه؟ أنا فكيت السؤال ده كله عن طريق الآلة أو إن أنا أحللها. في ولد هيجي يقول لي طب يا ميس أنا عايزة أفك ال 144 دي بإيديا وأشوف هي جت إزاي 2 أس 4 ضرب 3 أس 2. تعالى نحلها بإيدينا. همسك ال 144 وأفكها لشجرة العوامل، هي عبارة عن 12 ضرب 12. همسك ال 12 دي ابتدي افكها لاعداد اوليه. ال 12 دي عباره عن 3 في 4، واللي يعملها 2 في 6 صح. طب الاربعه دي انا هبتدي افكها ل 2 في 2. ال 12 برضو عباره عن 3 في 4، والاربعه انا هفكها ل 2 في 2. تعالى نبتدي نخرج الاعداد الاوليه ونحط عليها دايره. التلاتة عدد أولي، والاتنين هي عدد أولي، الاتنين عدد أولي. التلاتة عدد أولي، والاتنين عدد أولي، والاتنين عدد أولي. تعالى نشوف التلاتة اتكررت كام مرة والاتنين اتكررت كام مرة. هلاقي ان التلاتة عندي اتكررت كام مرة؟ مرتين، عشان كده كتبت 3 أس 2. وهلاقي الاتنين اتكررت عندي كام مرة؟ ادي 1 2 3 4، يبقى عبارة عن 2 أس 4. يبقى انا كده عرفت ان انا افكها بايدي وبالآلة الحاسبة. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه طالب مني ايه. شوف السؤال التالت مع بعض، جاي يقول لي إذا كانت ال A بتساوي 3 وإن ال B بتساوي -4، اوجد القيمة العددية لكل من A أس B، B أس A، A ناقص B كل أس 2، تمن A B أس 2. تعال نجيب كل مطلوب، وطبعا مفتاح حل المسألة هي قيمة ال A وال B. أول حاجة أنا عندي المفاتيح بتاعتي إن ال A ب3 وال B ب4، يبقى كل A أشوفها أحط مكانها 3، وكل ال B أشوفها أحط مكانها -4. أول مطلوب أنت عايز عندك ال A أس B. طب أبتدي أعمل إيه؟ هقول له يساوي ال A هي عبارة عن 3 مرفوعة لأس -4. أنا عارف إن الرياضة ما بتحبش الأس السالب. أول ما بشوف أس سالب لازما أخليه بالموجب، وعلشان أحول الأس السالب للموجب لازما أشقلب مكان العدد. العدد ده موجود في البسط. طب هو ليه مقام أصلا؟ ده أنا عندي مقامه ليه 1. فأنا كل اللي هعمله هعكس وجوده. التلاتة دي موجودة فوق، لا دي هتنزل تحت في المقام، وطالما غيرت مكانها يبقى الأس بتاعها أصبح بالموجب، والواحد يفضل زي ما هو فوق. طب أنا عندي بقت 1 على 3 أس 4، أبتدي أفك 1 ينزل زي ما هو 1، والتلاتة أس 4 هتديني بالآلة 81. يبقى أنا كده عرفت أول طريقة. تاني حاجة بيقول لي أنا عايزة أجيب البي أس إيه. طب مين هي البي أس إيه؟ هي عبارة عن البي هي -4 مرفوعة المرة دي الأس 3. يبقى أنا هعوض عن البي أس إيه. البي هي عبارة عن -4 مرفوعة عندك لأس 3. اتفقت لما يكون عندي الأساس سالب والأس بتاعي فردي، الأس الفردي بيسيب إشارة السالب، يعني الإجابة بتاعتك تطلع بالسالب، والأربعة هي اللي تبقى على رأسها التلاتة، يعني هتساوي -64. كده أنا حليت سؤال رقم 2. سؤال رقم 3 بيقول لي A ناقص B الكل أس 2. اللي هو عمله هكتبه بالظبط. انت حاطط لي ال A ناقص ال B جوه قوس، يبقى هفتح قوس ال A دي قيمتها ب3 ناقص بتاعة المسألة ال B قيمتها -4 الكل أس 2. أول ما بشوف سالب ورا منها سالب بتتحول لموجب. أبتدي أفتح قوس أقول له 3 زائد 4 هي عبارة عن 7 الكل أس 2، يعني هتساوي 7 في 7 اللي هي 49. السؤال اللي بعد منه بيقول لي تم في A في B أس 2. تعالى نكتب اللي هو عامله وبعد كده نحل. يعني أنا عندي التم هيتضرب عندي في قيمة ال A اللي هي التلاتة في قيمة ال B أس 2 اللي هي -4 أس 2. سهلة جدا، أنا ممكن أحلها بإيديا أو بالآلة. -4 أس 2 السالب هتتاكل عشان الأس بتاعك زوجي، فتديني الإجابة بتاعتي 16. أضربها في التلاتة وارجع اضربها في 1 على التمانية. تمن ال16 يعني 16 على التمانية فيا الاتنين. الاتنين لما اجي اضربها في التلاتة تطلع الاجابة بتاعتك ب6. كده احنا جاوبنا على سؤال رقم 3. تعال نشوف السؤال رقم 4 بيقول لي ايه. بيقول لي اوجد كل مما يأتي في أبسط صورة: -2 على 3 الكل أس 2،
ضرب -3 على الاتنين الكل أس 3 في 1 على ال7 الكل أس صفر. تعالى نبتدي نحل السؤال الأول ونشوف عايز إيه. أول حاجة أنا هفك له كل واحدة لازم أطلعها له في أبسط صورة. السالب دي أسها زوجي اتاكل، يعني إيه 2 على 3 الكل أس 2؟ يعني الاتنين دي اتضربت في نفسها مرتين والتلاتة كذلك اتضربت في نفسها مرتين، فاتنين أس 2 يعني 4 على التسعة في -3 على الاتنين الكل أس 3. السالب دي أسها فردي هتفضل موجودة زي ما هي، 3 أس 3 يعني 27 و2 أس 3 يعني تديني 8 في 1 على 7 الكل أس صفر تطلع قيمتها بواحد. تعالى نختصر، موجب في سالب بسالب. 4 تختصر مع التمانية على الأربعة فيا الواحد على الأربعة فيا الاتنين. التسعة مع ال27 على التسعة فيا الواحد على التسعة فيا التلاتة. يبقى الإجابة كلها بتاعتي طلعت -3 على الاتنين، ودي كانت أبسط صورة ليها. تعال نشوف السؤال اللي بعد منه. بيقول لي 2/10 دائر الكل تربيع ضرب نص في كل أس 2. أنا خدت الترم الأول ال2/10 دائر كنت بعملها ازاي على الآلة. بكتب على الآلة 0.2 لحد ما يظهر لي سهم على الآلة، ودي تقدر انت تجربها. هتطلع لي على الآلة ب2 على التسعة الكل أس 2، منساش الأس، ضرب نص أس 2 يعني نص الكل أس 2. أنا بظبط مسألتي الأول. 2 أس 2 يعني تديني 4، 9 أس 2 يعني تديني 81 في 1 على الاتنين، الواحد تربيع واحد واتنين تربيعها يعني 2 في 2 تديني 4. الأربعة دي تاكل الأربعة فيها الواحد، يبقى الإجابة بتاعتك يا بطل كلها طلعت 1 على ال81. كده احنا خلصنا إجابة الاختبار التراكمي واحد. اللي انت ما تعرفوش ابتدي وقف الفيديو وعيد الشرح تاني من أول وجديد. وزي ما قلت لك عشان تقدر تفهم الدرس ده كله لازم الأول ترجع لفيديو الشرح. واشوفكم مرة جاية إن شاء الله في الدرس الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.